في هذه النقطة. تفضل. لماذا مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟ لأنه مهم جدا ولا يحتمل الدمج مع ملفات أخرى ولا يحتمل التأخير أيضا مع تقديري لكل الملفات، وكان عندنا فكرة أن ندمجها أو عندنا فكرة أن نقدم أكثر من محور، لكن آثرت بالأخير أن يكون بهذا الأمر، خاصة وأن اللائحة ما تعطي مساحة، اللائحة الجديدة في قضية مساحة الوقت. مع آخرين قد يكون الوقت لكل واحد ساعة، مع ملفات أخرى قد لا يكفي التكلم عن هذا الملف باستطراد، خاصة وأن ملف حساس جدا يتعلق بالرجل التنفيذي الأول في الكويت وهو سمو رئيس مجلس الوزراء، ويتعلق في مكتبه ويتعلق في جانب مالي في المال العام. حساسية الملف تستقضي هذا. أهمية الملف، أولا أهمية المال العام، كلنا نتكلم عن المال العام، ولذلك حتى النصوص الدستورية ألزمت كل المسؤولين ابتداء، كل المسؤولين من سمو الأمير حفظه الله، أي أمير قائم أو ولي عهد أو نائبا للأمير أو رئيس وأعضاء السلطتين التشريع والتنفيذية يقسمون بموجب المادة 60 وموجب المادة 91 وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. الأمر الآخر أن الدستور نص على مواد كثيرة أذكر منها 4. المادة 17 في حماية المال العام أو حرمته وواجب الدفاع عنه. في المادة 135 تحصيل الإيرادات العامة. في المادة 138 نصت على حفظ أملاك الدولة. في المادة 151 إنشاء ديوان مستقل وهو ديوان المحاسبة يراقب هذا التحصيل ويكون تابع لمجلس الأمة. نعم. أهمية المنصب كما ذكرت وهو لرئيس مجلس الوزراء، هذا الاختلال اللي راح نوضحه بالتفصيل في المصروفات في ديوانه من قبل ديوان المحاسبة، الجهة الحيادية الأكثر حيادية في الدولة والمهنية الأكبر. نعم. بإدانة صريحة واضحة. لذلك كان ينبغي أن يكون هناك قدوة حقيقة في الصرف المالي وقدوة في المعالجة. لذلك الشك لما يستمر في هذا الأمر دون حسم ودون علاج 8 شهور احنا ننتظر مشكلة كبيرة. لما يدخل الشك في هذا الأمر، يدخل الشك على إدارة ميزانيات الدولة، يدخل الشك على إدارة صناديق الاستثمارية اللي تصل 250 مليار. الأمر الآخر ديوان سمو الرئيس. إذا ديوان سمو الرئيس راح أبين الآن شنو المثالب اللي أقررها ديوان المحاسبة فيه، ألا يستحق هذا إلى معالجة؟ حنا نلوح باستجوابات على احتمالات مستقبلية. اليوم عندنا يقين وبإدانة من ديوان المحاسبة وفي المال العام، فبالتالي ينبغي أن يكون هناك معالجة. مع الأسف لم تكن معالجة، لذلك يجب أن يكون هناك محاسبة. نعم. موقف الحكومة من طلب التحقيق، شوف قدمنا الطلب في 10/6، حاولت الحكومة احتواءه أو إلغائه، أقنعت بعض النواب أو سعت لإقناع النواب بسحب أسمائهم من الطلب على أساس أن في دعوة قائمة من رئيس مجلس الوزراء على الأخ أحمد مليفي لما تطرق لهذا الملف في الانتخابات. لما فشلت وقدم الطلب حاولت أن تحشد له للإحالة للجنة التشريعية في مجلس الأمة لإبداء رأيها. لما فشلت سعت إلى قضية تأجيل الطلب لمدة 2 أسبوع مع أنه هو طلب إحالة لديوان المحاسبة وليس مناقشة. لما نجحت في التأجيل جاءت وقالت إني قررت أمس في مجلس الوزراء، وأعلن هذا سمو رئيس مجلس الوزراء في بيان داخل مجلس الأمة أن أحلنا الطلب أو الملف كله إلى ديوان المحاسبة ونطلب منكم أن تقبلون إحالة الحكومة